لو عندك مشكلة في الرئة وكمان عندك ايزينوفيليا في الدم أو في تحليل البصاق بتاع الشخص، سواء كنت واخد البصاق ده انفيزيف بطريقة بونكوسكوب أو واخده عن طريق إن هو مطلعه باسيف، يعني إيه اللي ممكن يكون؟ عندنا أمراض بيحصل فيها انفلتريشن أو مشكلة في الرئة، يعني التهابات في الرئة أو جزء من الرئة بقى فيه عتامة، وكمان ايزينوفيليا. الحاجات دي كتير لازم نوضحها لأنها موجودة، وعلشان لو عندك مريض بيشتكي من التهاب رئوي وكمان ايزينوفيليا تفكر في الحاجات دي. اول حاجه لو هو عنده ازمه، فالازمه في حاجات بيبقى فيها ازمه وايزينوفيليا لازم تكون عارفها. اول حاجه الايزينوفيليك ازمه نوعها ان هي فيها ايزينوفيل كتير، ودي نوع من التي 2 هاي بتستجيب للسترويد غالبا وممكن تحتاج بيولوجيكس او ادويه بيولوجيه. تاني حاجه مع الازمه ممكن يحصل تفاقم من اعراض الازمه بسبب ميكروب اللي هو الاسبرجيلس، بنسميها الالرجيك برونكو بالمونري اسبرجيلوزيس. الميكروب نفسه بيعمل حساسيه طول ما هو موجود، المريض ما بيتحسنش الا لو خد سترويد بالفم مش بالشفط. في عندنا الاكيوت ايزينوفيليك نيمونيا، ودي شخص اتعرض لحاجه سواء كان تدخين او اي حاجه اتعرض لها مره واحده فحصل عنده التهاب شديد في الرئه، وعلاجها بيكون سترويد برضه. يعني عيان عنده اوباستي او عتامه في الرئه ومش عارف يتحسن على الادويه العاديه، ممكن السترويد يفيده. برضه عندنا الكرونيك ايزينوفيليك نيمونيا، برضه ممكن يحصل فيه على المدى الطويل التهاب في الرئه او عتامات في الرئه ويكون سببها الايزينوفيليا لو معاها ايزينوفيليك زياده. في حاجه اسمها هايبر ايزينوفيليك سندروم، والايزينوفيل في الحاله دي بتكون عاليه قوي اكتر من 1500، وبيكون معاها انفلتريشن لعضو معين، ممكن يكون العضو ده الرئه. فلو لقيت في انفلتريشن في الرئه وفي ايزينوفيلز عاليه قوي كده، شك في هذا المرض وعالجه على انه هذا المرض. ممكن مريض خد دواء معين وبعديه حصل له ايزينوفيليا وانفلتريشن للرئه، ودي حاجه اسمها دراج انديوسد ايزينوفيليا، وبتتعالج برضه بدواء في العلاج وممكن ناخد لها ستيرويد. اخر حاجه هنتكلم عليها في الفيديو ده اللي هي تشارج ستراوس ديزيز، وديت الايزينوفيليا بتهاجم الاورده او الشرايين وتسبب نزيف او التهاب في الاورده والشرايين ونزيف في الجسم. من الجسم ده الحتت اللي بيحصل فيها نزيف الرئه برضه، يعني بيحصل تدمير للشرايين ميديتد بالايزينوفيلز. الايزينوفيلز هي اللي بتهاجم. فلو عندك انفلتريشن في الرئه وايزينوفيل في الدم فكر في هذه الامراض، وبرضه اسمع الفيديو السابق عشان تعرف ازاي نجيب الايزينوفيل في الدم بشكل صحيح، مش تكون مخدوع بالمعمل وهو بيقول لك ان الايزينوفيل كويسه وهي مش كويسه. وشير الفيديو ده على قدر المستطاع عشان تفيد غيرك وتدعمنا على الاستمرار في هذا المحتوى. السلام عليكم.